كثير مياه جرت تحت الجسر على مستوى حرب السودان المنسية وعلى مستوى المحيط الإقليمي والدولي، وخطى في تشكيل حكومة مدنية في السودان. أخطر ما مرت به الدولة السودانية على مستوى السياسة وعلى مستوى إنسانها السياسي والإنسان المرتبط بالبندقية والإنسان المرتبط بالسياسة. وأصبحت الآن وأصبحت الآن في السودان، لسوء حظ السودان، ارتباط السياسة بالبندقية ارتباط عميق جدا، وارتباط البندقية بالكراسي لإدارة الدولة، وشتان بين البندقية وإدارة الدولة وعلومها ومناهجها. ربط الوظيفة بالدفاع عن الوطن وانتظار المقابلات، هذا يعني ارتزاق. باختصار شديد straight to the point، أن تحمل البندقية لتدافع عن وطنك منتظرا وظيفة أو مال، أنت مرتزق. لا فرق بينك وبين المرتزق الذي يدفع له ليقاتل في أي مكان آخر من أجل المال. والمال والوظيفة سيان. أقاتل من أجل وظيفة أو مال، أنا مرتزق في وطني أو في غير وطني، والأبشع في الوطن يكون الارتزاق. المؤسسة العسكرية هذه مهمتها ومناط بها أن تدافع عن الوطن دون ما أن تمتن على المواطن في إنه والله نحن لولانا إحنا البلد دي كانت انتهت. البلد دي بلد منو هي؟ هل أنت مأجور مدفوع الأجر عشان تدافع عن البلد، أم هي بلدك وأنت انتميت للعسكرية دي بفهم إنه تدافع عن وطنك إيمانا به، ليس إيمان بوظيفة، وليس إيمان بأن تكون رئيس وزراء أو تكون ديكتاتور أو تكون ضابط كبير عنده أراضي وعنده عمارات وينهب المال العام. ليس هكذا. تضافرت الجهود واتوا اخواننا في المشتركه اللي هم كانوا يحملوا السلاح مطالبين بحقوق يعلم الله، والذين يقاتلون معهم لهم التحيه والسلام والمحبه والاحترام لكل جندي. ونسال الله ان ينصر ابنائنا على الارض، بما فيهم ابنائنا في دارفور وفي كردفان وفي الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي اي مكان في السودان، يقاتلون من اجل الوطن. وهذا هو الشرف، وهذه هي الأمانة، وهذه هي الأخلاق. لا ينتظرون وظيفة ولا ترقية، ولا ينتظرون قطعة أرض ولا أي شيء. بيدافعوا عن وطنهم ده إيمانا بالتراب. ودي ما تعرف بالعقيدة العسكرية والعقيدة القتالية، لأنه العقائد، المسائل دي مسائل مرتبطة لا فكاك منها من الإنسان نفسه، مثلها مثل الإيمان. لذلك عرفت بالعقائد هذه. فالعقيدة القتالية للسوداني يجب أن تكون من أجل الوطن لعزته وكرامته وسيادته ومنعته، ليس من أجل خطة لاقتسام السلطة أو نظر لمواقع السلطة. نحس عندما يتحدث العسكريون والحركات المسلحة قادتها على وجه التحديد، والعسكريين قادتهم على وجه التحديد، إنهم يمتنوا علينا كأنما هذه يعني حاجة معمولة لنا نحن السودانيين، على أساس إنه هم حمونا يبقى نحن نركع ونسجد ونقدس. وهذا غير سليم. هذا سلوك ارتزاق واضح في أن تقاتل لتنال وظيفة. شباب المشتركة وشاباتها لهم كل الاحترام، وشباب الجيش السوداني وعساكرنا تحت في الأرض، ديل الناس اللي بيقاتلوا بالعقيدة، ديل الناس اللي بيدافعوا عن الوطن وبيدافعوا عن التراب، وعندما يتفضى السامر لا يبحثون عن وظيفة ولا يريدون قطعة أرض ولا مكانة ما في وجدان أي أحد. والذين ذهبوا منهم لا يطالبون حتى أن نضع لهم تمثالا لشرف، لأنه عقيدتهم الدفاع عن الوطن وليس الدفاع عن الوظيفة أو التنظيم السياسي أو الذات أو تحقيق أحلام أو آمال شخصية. المؤسف إنه تفكير الغادة في كل السودان، في كل السودان تفكيرهم تفكير ارتزاقي منتهى في السياسة.
انتهى الانحطاط وعدم احترام الأوطان والتراب، لأنه كله يتحدث عن مقابل. انتبهوا إلى القادة. أما أبنائنا تجدهم في الأرض يقاتلون بكل شراسة دفاع عن هذا التراب، لا يتحدثون عن شيء مطلقا. يجب على القادة الموجودين والآن كيكل في الساحة ويعين ويريد وظيفة ويتحدث عن وظائف ويتحدث عن وزارات. أما جبريل ومناوي فحدث ولا حرج. الحديث عن القادة وانهزاميتهم وارتزاقهم في أن يجدوا وظيفة مقابل حملهم للبندقية ودفاعهم عن ترابهم. تخيل أنت تدافع عن شرفك لكي تمنح وظيفة أو تمنح مال في المقابل. هذه ليس عقيدة، وإنما للأسف الشديد عقيدة القادة السودانيين العسكريين منهم والكبار على وجه التحديد هو السلوك ارتزاقي، ينتظرون المقابل، وهذه أخلاق لن ولم تطور هذا الوطن العزيز.